هذه إذاعة إرنا. في البداية يسر إذاعة أرنا أن تتقدم بأطيب التهاني والتبريك المستمعين والمستمعات ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جعله الله مباركا وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ونستهل برنامجنا معكم مستمعي ومستمعات الأفاضل بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة خاصة بمناسبة أيام عيد الفطر المبارك. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. شركة دانكالي الأسترالية تطلب قرضا من المصرف الأفريقي للتنمية. المجلس العسكري السوداني يرتكب مجزرة أمام القيادة العامة. استقالة رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. تفيد الأنباء بأن شركة دانكالي الأسترالية والتي تعمل في مجال التنقيب عن البوتاس في إريتريا قدمت طلبا للمصرف الأفريقي للتنمية الاقتصادية تطلب فيه قرضا بقيمة 200 مليون دولار لمشروعها في منطقة كولولي في إريتريا. وقالت مصادر في الشركة بأن الشركة تأمل في الحصول على القرض لمساعدتها في إنجاز المشروع الذي اتفقت فيه مع الحكومة الإريترية للاستثمار والتعدين عن البوتاس. وأكدت الشركة بأن احتياطات إريتريا من البوتاس تصل إلى حوالي 1.1 بليون طن من هذا المعدن الذي يدخل في الصناعات المختلفة. ومنحت الحكومة الإريترية الشركة الأسترالية حق التنقيب عن البوتاس في منطقة كولولي الواقعة بالقرب من بدة الغنية بهذه الاحتياطات المعدنية. الجدير بالذكر بأن الحكومة الإريترية تمنح العديد من الشركات الحق في التعدين بموجب اتفاق على تقاسم العوائد، بموجبه تحصل الحكومة الإريترية على نسبة 40% بينما تحصل الشركات على 60%. ونظرا لغياب الشفافية والمساءلة في البلاد، فإن مدخلات حقول التعدين عن الذهب والنحاس والفضة والبوتاس لا تعرف عوائدها بالنسبة للمواطنين الإريتريين في الداخل والمهجر. أكد تجمع الحرية والتغيير في السودان بأن وحدات عسكرية من قوات الدعم السريع والأمن والجيش قامت فجر يوم الاثنين الماضي باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم في ساعات الصباح الأولى، وأدى الهجوم المخطط له مسبقا إلى مقتل العشرات من المعتصمين وإصابة آخرين بجراح خطيرة. وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد هدد في الأسبوع الماضي بأن الجيش سوف لن يتسامح مع الفوضى، في إشارة إلى إمكانية استخدام القوة لفض الاعتصام. وأكد صحفيون قيام الجيش باقتحام محيط القيادة العامة وحرق خيم المعتصمين واطلاق النار عليهم. في نفس السياق أكدت الولايات المتحدة بأن المجلس العسكري ليس مؤهلا لحكم السودان، وأنه يتحمل سلامة كل المتظاهرين. وفي استجابة مباشرة لما أسماه بمجزرة 29 رمضان، قامت نقابة طياري الخطوط الجوية السودانية بإعلان إضراب شامل عن العمل ابتداء من صباح الاثنين، وتعطل مطار الخرطوم الدولي بسبب ذلك. وشهدت الخرطوم حالة شلل تام ضد العملية العسكرية للمجلس الانتقالي والتي سبقت التجهيز والإعداد لعيد الفطر المبارك. أعلن لوران واكيز رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، وهو حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تقديم استقالته رسميا من منصبه يوم الأحد الماضي. وجاءت استقالة واكيز على خلفية خسارة حزبه للانتخابات للبرلمان الأوروبي، حيث حل ثالثا بعد حزب اليمين المتطرف وحزب الرئيس الحالي مانويل ماكرون. وقال واكيز بأن قرار استقالته هو القرار الوحيد الذي وجب عليه اتخاذه بمسؤولية في هذا الوقت بالذات.
الجدير بالذكر بأن وكيز لم يمضي عليه عام واحد في رئاسة الحزب اليميني المعتدل، والذي كان إلى وقت قريب يحتل الصدارة في المشهد السياسي الفرنسي. ويقول مراقبون في باريس بأن استقالة وكيز تعكس حالة ضعف عام داخل الحزب الذي تراجعت شعبيته أمام تصاعد شعبية اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبين. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. شركة دانكالي الأسترالية تطلب قرضا من المصرف الأفريقي للتنمية. المجلس العسكري السوداني يرتكب مجزرة أمام القيادة العامة للجيش. استقالة رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وعلى الأمة الإسلامية والعربية والإفريقية أينما كانوا بالسلام والأمن والاستقرار. وفي إطلالة جديدة عبر هذا البرنامج الخاص تهاني العيد، نسعد أن نلتقي بالزميل الإعلامي الصحفي المعروف أنور إبراهيم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الزميل العزيز أنور، عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير أخي أحمد، وعبرك أيضا نهني كل مستمعيكم عبر إذاعة إرينا الدولية، وتحياتي من قلب القارة الإفريقية أديس أبابا عاصمة الاتحاد الأفريقي، ونحن نتواصل معكم في هذا اليوم المبارك. جميل أخ أنور، دايرين منك تهنئة عيدية إعلامية لزملائك ومعشر الإعلاميين، وانت عارف طبعا الإعلاميين أيام العيد بيكونوا عيدهم مختلف من الناس، فماذا أنت قائل في هذا اليوم؟ نعم، هي حقيقة مهنة المتاعب وتحملناها وصبرنا عليها، وأصبحت هي الزاد لنا، وأصبحنا لا نعيش بدونها حقيقة. نهنئ في البدء كل الزملاء الإعلاميين الذين يعانون لكي يقدموا كل الحقائق ولكي يرفعوا عن الشعوب وعن الأفراد في البيوت، وهم يحملون الميكروفونات والكاميرات ويطوفون في جميع أنحاء العالم. أهنئهم وبمناسبة عيد الفطر المبارك، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن تعود الأعياد القادمة ويجد الصحفي حريات كثيرة ومتقدمة، ويجد أيضا نصيبه من الحقوق، وأن يتحرك بكل حرية دون أن يواجه المعاناة التي يواجهها الصحفي في كل بقاع الأرض. جميل. زميل أنور، ما هو جديدك في هذا العيد؟ نعم، نحن من داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نطوف في هذا العيد، وهنالك مقترح بدأ تفعيله من قبل الشباب المتطوعين، وهو التفاعل من أجل تعايش مسيحيين ومسلمين يخدمون بعضهم البعض، ويطوف العديد من الشباب دون تميز ديني أو عرقي لتنظيف المواقع العامة التي ستؤدي فيها صلاة العيد، وكذلك هنالك بعض التعاون من أجل خدمة المواطنين وتسجيل الشوارع. ونحن نطوف هذه الأيام ونشاهد هذا العمل الطوعي الذي يقوم به شباب إثيوبيا في هذه الأيام. جميل. وماذا أنت قائل لأشقائك في إريتريا؟ نعم، عبركم وعبر إذاعة أرينا الدولية، هذه الإذاعة حقيقة التي تصل أو يصل صوتها إلى كافة أرجاء العالم. أقول لكل الشعوب في البدء كل عام وأنتم بخير، وأبداها من إثيوبيا حيث شعوبنا وقومياتنا المختلفة التي تتعايش في هذه الأرض، وأصل إلى أريتريا الشقيقة أصدقائي وأحبتي وإخوتي في هذا البلد، وأهنيهم بعيد الفطر المبارك، وأطوف منهم وأخرج إلى جيبوتي المجاورة لنا أيضا، وأهني كل من فيها وخاصة الزملاء الإعلاميين، ثم إلى أرض الصومال ومن كينيا وشعوب الغرب الإفريقي والسودان الذي يعد أحداث تغيرات، والصحفي الذي يعمل في هذا الموقع ويحاول أن يحمل ويقدم الحقائق لما يحدث في أرض السودان وفي أرض النيلين والخرطوم. وشعوب الغرب الإفريقي قاطبة نهنيهم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. شهدت شعوبنا العديد من هذه إذاعة إرينا.
طيب كان معكم سيداتي سادتي معليش للصوت الزميل الصحفي المعروف أنور إبراهيم من إثيوبيا. شكرا لك وكل سنة وأنت طيب. أعزائي المستمعين، ولا نزال في تهاني العيد ولا نزال مع الأنوار، وهذه المرة بعد أن تحدث إلينا أنور إبراهيم الزميل الإعلامي الإثيوبي. الآن معنا أنور الدالة من مقر إقامته. أستاذ أنور، من أين تتحدث للمستمعين؟ أنا أتحدث من سويسرا. نعم، كل سنة وأنت طيب أخ أنور. يا ريت تقدم تهنئة للمستمعين وأهلك وأحبابك. شكرا لك أستاذ أحمد شريف. أول أحنيك أنت يعني خاصة، وأهني للشعب الإريتري أجمعين يعني في الخارج والداخل، وأهني للشعب للشباب اللي لسه عم بينادلوا وبيقاوموا، وأهني للصحفيين الإريتريين الشرفاء اللي قاعدين يوصلوا صوتهم للعالم إن إحنا مظلومين. نعم. وأهني للشعب كان خاصة وشباب المهجر. شكرا لك. شكرا لك. شكرا أخ أنور، ونحن بدورنا نهنيك ونهني أسرتك. ويا ترى عندك جديد في هذا العيد أخ أنور؟ والله أتمنى لأي واحد يعني كله أتمنى تتحقق الأمان، وأنا أمنيتي يعني نرجع بلدنا ونعيد في بلدنا، ولو مرة واحدة الدنيا دي ما معروفة يعني. نعم. أنا نعيد في بلدي وأكون في وسط مجتمعي وأسرتي إن شاء الله. يعني إن شاء الله. كفاية طبعا، كفاية غربة وكفاية هجرة، وإن شاء الله دائما، وكفاية كمان أفراحنا المنقوصة دي. كل سنة وأنت طيب أخ أنور الدالة، تحدثت طيب. إلينا المستمعين من السويد. شكرا جزيلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ومعنا أعزائي المستمعين الأستاذ عبد الله إبراهيم من أمريكا، يحب يهني المستمعين والأصدقاء. تفضل أستاذ عبد الله إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. كل سنة أنتم طيبين. أهنيكم بعيد الفطر المبارك. أهني كل الشعب الإريتري وخاصة المسلمين. كل سنة أنتم طيبين. إن شاء الله ربنا يحقق الأمنيات للجميع، وشكرا. أعزائي المستمعين، ولا نزال معكم في تهاني العيد من إذاعة إرينا الدولية من باريس. والآن سادتي نلتقي بالزميل الأستاذ عبد الرحيم عثمان، يتحدث ويهنئ من الولايات المتحدة الأمريكية. الزميل عبد الرحيم، مرحبا بك في إذاعة إرينا وتهانيك للعيد. السلام ورحمة الله. أولا تحية لك أستاذ أحمد شريف، والتحية عبر في كل الفريق العامل في إذاعة إرينا الدولية. أيضا في مناسبة عيد الفطر المبارك أهني شعبنا الإريتري في داخل إريتريا وخارجه، وأقول كل عام وأنتم بألف خير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نرى شعبنا الإريتري في أمن وأمان وفي استقرار بإذن الله تعالى. جميل. أستاذ عبد الرحيم، نعم، كيف ستحتفلوا في إذاعة الوفاق هذا العيد إن شاء الله؟ إذاعة الوفاق بإذن الله أيضا هنعمل برنامج خاص بمناسبة هذا العيد، والآن أيضا كنت أفكر في هذا البرنامج بالتحديد إن شاء الله عبر نشطاء الإريتريين الموجودين في كل العالم. هنعمل حلقة خاصة موجهة لشعبنا الإريتري في داخل وخارج إريتريا، وحنرسل تهانينا بإذن الله تعالى إلى شعبنا خاصة في داخل إريتريا. طيب، لو سألناك أستاذ عبد الرحيم، كيف ماشيين في عملكم وتفاعلات المستمعين مع الإذاعة الجديدة إذاعة الوفاق، مع تمنياتنا لكم بالنجاح طبعا؟ التفاعل حتى الآن لا بأس، الحمد لله. هناك تفاعل من شبابنا الإريتري الناشط، شبابنا المتواجدين في السوشيال ميديا. نأمل أن هذا التفاعل يستمر، ونأمل أن هذا التفاعل أيضا يكون له مردود قوي في داخل إريتريا. كل ما نهدف من خلاله، كل ما نسعى من أجله عبر هذه الإذاعة وغيرها من الإذاعات الإريترية، إنه إحنا نستهدف شعبنا في داخل إريتريا ونوصل رسالتنا، وأيضا نسمع صوتنا، وده هدفنا أيضا من تأسيس الإذاعة.
جميل. أمنيات عيدية ماذا تقول زميل عبد الرحيم؟ أتمنى زوال النظام. نعم، شكرا لك، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكم في الإذاعة وكل الإذاعات الموجهة للمستمع الإريتري، وإن شاء الله نحتفل العام المقبل في أسمرة. وشكرا لك زميلنا عبد الرحيم عثمان. كل الشكر لك أستاذنا أحمد شريف، وتحية لك أيضا، أنت دائما مقاوم ما شاء الله عليك، وحاضر في كل المناشط وكل المناسبات الإريترية، ومبادر دوما وسباق. نأمل من كل شبابنا ومن كل نشطائنا ومن كل مثقفينا إن هم يحذوا حذوك، وعشان تستمر رسالتنا وعشان نحقق هدفنا في أقرب وقت ممكن. تحية لك، السلام ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الأعزاء، ونلتقي بأخونا حامد أحمد من سويسرا. أخ حامد، كل سنة وأنت طيب، معك إذاعة إرنا من باريس. كل سنة وأنت طيب، تعود الأيام بالصحة والسلام. الأستاذ أحمد، مرحبا بك أستاذ حامد. بالله عيدكم كيف في سويسرا؟ عيدت قبل كده في سويسرا؟ والله عيدت في سويسرا تقريبا 4 عيد، وهسه جاي الخامس. طيب، هذا هو العيد الخامس. ذكرياتك عن العيد شنو يا أخ حامد؟ والله ذكريات في القربة، ذكريات صعبة، ما تلقى شباب، ما تلقى كده. المهم نعم. طيب، أنت طلعت من إريتريا متى يا أخ حامد؟ والله طلعت تقريبا 2006، طلعت من إريتريا للسودان. جميل. وعيدت في السودان؟ عيدت في السودان تقريبا كم عيد أقول لك، لغاية 2014 في السودان. طيب، ذكرياتك عن العيد في السودان شنو؟ والله في السودان من سويسرا أحسن. السودان كل أهلنا ما شاء الله، تلقى شباب. الصباح تمشي الصلاة، لما تكمل من الصلاة ترجع تلقى الشباب مع بعض، تونس مع الشباب. الحمد لله العيد أحسن في السودان. طيب، أنت من مدينة جندع مش كده؟ من مدينة جندع. طيب، كده الآن دايرين إنك تهني أهلك وأحبابك وأصدقائك في جندع. إن شاء الله. أهني بالحلول عيد الفطر المبارك للشعب الإريتري وشباب جندع. الشباب كلها قاعدة في القربة، في السعودية حسن محمد سعيد، وفي السودان صالح محمد سعيد وحج علان والأخ علي علان وجميع الشباب. طيب، أمنيتك شنو العيد الجاي يا أخ حامد؟ والله أمنيتي إن شاء الله نرجع لوطننا الحبيب بإذن الله تعالى، نتمنى كذلك. نعم. ولأصدقائك الموجودين معك في سويسرا تقول لهم شنو بمناسبة العيد؟ والله أهني في الشباب في سويسرا، الصديق عثمان تاتيات وجميع الشباب على كل حال عشان ما ننسى. جميل. أنت عندكم جالية مش كده؟ والله جالية ما عندنا كده. المهم مكتب كده ما عندنا، ما نقعد في محلات كده. المهم مرات كده نتلاقى في السوق. وتتابعوا أخبار بلدكم كيف؟ بلدنا إريتريا؟ نعم، عبر الإعلام السوشيال ميديا وكده. أيوة، نسمع كيف. المهم فيسبوكات، في لايفات قاعد نتابع. نعم. طيب، أنت بتسمع إذاعة إرنا أخونا حامد؟ نعم. كنت بتتابع إذاعة إرنا زمان قاعد يتابع. والله هسه طولت، لو ما كده قاعد يتابع مقابلاتك التعامل مع الشباب. واحد مرة عملت ذات مقابلة في اسمه نسيت، من القاهرة. نعم، كده قاعد يتابع. جميل، بارك الله فيك. كل سنة وأنت طيب أخ حامد، وإن شاء الله نتمنى لك الصحة والعافية، وأمورك تكون ماشية كويس في سويسرا، وإن شاء الله العيد الجاي تكون في إريتريا ونكون كلنا دائما هناك. وكل سنة وانت طيب. شكرا لك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهذه إذاعة إرينا الدولية من باريس، تجدد لكم التحية والتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك. الآن سادتي ننتقل إلى ألمانيا، ومعنا الشاعر الكبير الأستاذ حامد عريرب.
أخ حامد، شاعر التجري المعروف والمشهور، مرحب بك في إذاعة إرنا وعيد مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أولا أشكركم وأشكر إذاعة إرنا، بارك الله فيك. وعبركم أهني الشعب الإريتري عامة، الشعب الإريتري خاصة، والشعب المسلم عامة. كل عام وأنتم بألف خير. مرحبا. ونعاد علينا وعليكم إن شاء الله بألف خير. آمين إن شاء الله. أبو حميد، طبعا أنت شاعر معروف بلغة التجريت. هذا العيد كم عيد وهذا اللي كديب ألمانيا أبو حميد؟ ديب ألمانيا أنا اللي سالسا عيديتو. ثلاث عيد ودي ديب ألمانيا. كتيل العيد ديب ألمانيا ممثل. تيل العيد ديب ألمانيا طبعا هنا وقالي منا أدابنا هلا من قبل ديب باكات مثل نتجمع وعملنا عيد شوية بلليت أو ملباس تعادل أبوكم أنا هنا ديب مدرنا نلبسه كمان نلبس. نعم. ومثلهم والدي بال عمل له عيد وريم من الدامو ملاتي سافر كجيس تبا الدام للأمر ديبو أماكن ديبو جيس. طيب أبو حميد، أي ولود أنت؟ أنا ديب عريرب ولود أنا. طيب عريرب قالي شعر باهل أنت قلا؟ عريرب بنا شعر بهل وقلا يا أنا. سهل هين. شعر كاملة تبس عريرب لتتبل فجور يا أنا سكل اليوم. وعريرب طبعا قال شعراء الله ودير كعدمية لبكلامة، ولكن أنا من نام شعر لنا يوم أدرى طبعا حاليا يهليت مثل. وساحل هين ساحل مباهل أنت؟ ساحل طبعا بهلتي وأنا، ولكن لشعر لك الساحلي بهلا نشرت دي مواقع التواصل، لكن هذا مثلية حاليا يهليت قروبية يهليت أنا ما من بيت برا. كأدي متى سمع عنا قالي يعني ساحل لمثل وتهنئة عيد لمثل من شعرك يعني؟ هذا إلا فرصات حق ورقبكو دي بالله إذا أتيرينا الدامية قل هنيتو قروب لهلا ورقيم لهلا لأمرني والدامية لاتو كله قل هنيتو وبلوكم أنتم وهدوم كلهم عرفة بكير تتعارفكم إن شاء الله. آمين. عرفة مكة دا هبوتا ونسو وقول تعنوتا وحامل لبسو دعروتات كله كانت الشقبوتا وشاكت كل جاكفا ما شاء الله. دورة حارس سنيت إن شاء الله بلوكم يقول كله الدامية ولا الأمروني كلهم عرفة بكير تتعارفكم وبلوم وسنة حريت إن شاء الله شعب إريتريا ريم من مودايو لله اتمدرو كله مثل ندام حبراء مثل عيد إن شاء الله بإذن الله. مرحبا حامد عريرب. حنا طبعا إن شاء الله كان دور إذاعة إرنا بخصوص شعرك ولا كتاباتك كلها إن شاء الله مقابلة حتى ودم سلكة. وشكرا لك أخونا حامد الشاعر الكبير، شاعر لغة التجريت، وكل سنة وإنت طيب. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شركة دانكالي الأسترالية تطلب قرضا من المصرف الأفريقي للتنمية. تفيد الأنباء بأن شركة دانكالي الأسترالية والتي تعمل في مجال التنقيب عن البوتاس في إريتريا قدمت طلبا للمصرف الأفريقي للتنمية الاقتصادية تطلب فيه قرضا بقيمة 200 مليون دولار لمشروعها في منطقة كولولي في إريتريا. المجلس العسكري السوداني يرتكب مجزرة أمام القيادة العامة للجيش. أكد تجمع الحرية والتغيير بأن وحدات عسكرية من قوات الدعم السريع والأمن والجيش قامت فجر يوم الاثنين الماضي باقتحام مقر الاعتصام في ساعات الصباح الأولى، وأدى الهجوم المخطط له مسبقا إلى مقتل العشرات من المعتصمين وإصابة آخرين بجراح. وكان نائب رئيس المجلس قد هدد في الأسبوع الماضي بأن الجيش لن يتسامح مع الفوضى، في إشارة إلى إمكانية استخدام القوة لفض الاعتصام. استقالة رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي.
أعلن لوران واكيز رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي وهو حزب الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي تقديم استقالته رسميا من منصبه يوم الأحد الماضي. وجاءت استقالة واكيز على خلفية خسارة حزبه للانتخابات للبرلمان الأوروبي، حيث حل ثالثا بعد حزب اليمين المتطرف وحزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. ومرة أخرى نعيد إليكم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.